بعد أيام العيد الثلاث، ها هي الحركة تعود لأسواق الخضر والفواكه. كل أنواع الخضر موجودة بأسواق الجملة وبكميات معتبرة، ما جعل أسعارها تتراجع بشكل كبير. دوزيام عيد خدمنا، دوزيام عيد كنا خدمنا والسلعة كانت شوية قليلة، بصح البارح واليوم السلعة راه كاينة وراه كافية المواطن، ولات الأسعار تاوعها، يعني الأسعار تاوعها ولات ليهم. طيب نعطيك أمثلة على أساس ما نقول لك كيما البصل راه يسوى 3000، البطاطا 25، هذيك القلعة 2000 فراك، طوماطيس 7000، الحار 10000، طرشي 10000، الباذنجان 6000، الثوم 9000. يعني ولات الاسعار تاعها كيما كانت وراه كافيه المواطن وراه فاضله، يعني هاي هنا في السوق والسلعه كاينه. متوفره الطوماطيش، متوفره القرعه، البطاطا، البصله، يعني الثوم، الحار، الحلو، متوفر كل شيء في الاسواق. يعني اسعار معقوله كيما نقولوا في متناول المستهلك بصفه عامه. الوفرة وتراجع الأسعار مس غالبية الخضر، خاصة القرع أو الكوسة التي كانت أسعارها قد تجاوزت 200 دينار جزائري قبيل العيد. اليوم هي لا تتجاوز 20 دينار. كيما الكورجات ديجا السعر تاعها ماهوش مناسب كاع، السعر تاعها من 1000 فرنك ل 1500 وغير مطلوبه، وكاينه ثاني بكثره كاع. تعطلت في الايام تاع العيد، السما راهي قويه شويه، السعر تاعها ماهوش مناسب، ضعيفه شويه، السما تاعها من 1000 فرنك 1500. بعد ما كانت غاليه قبل العيد كانت كان الموفيتو هذاك واسع شويه، كانت ما كاش وناقصه شويه، بصح دوك قوات شويه راهي كاينه. القرعه قدام العيد كان دير 14000 12000، اليوم راه دير 2000 فراك 3000، البطاطا دير 2500، خضره واحده اخرى تطلع وتهبط. يعني ما كان حتى حاجه غاليه باسكو على الفري راه كاين، السلعه راه دير من 3000 ل 4000. دوك القرعه ب 1500، هاي ورا 2000 فراك نبيعها لك 1500. بصح بعناها ب 12000 قدام العيد. عودة الحركة التجارية وبداية تمويل الأسواق وطاولات الخضر بالسلع تزامن مع بداية الأسبوع وعودة العمال لمناصب عملهم بعد نهاية عطلة العيد، الأمر الذي من شأنه تمكين المواطن من اقتناء حاجياته اليومية.